يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهارده كيكه البرتقال من غير برتقال وبيضه واحده بس. بجد تحفه. تابع الفيديو بقى عشان تشوفي الجمال ده كله هنعمله ازاي. اول حاجه هنجيبها هنا معانا في الفيديو، هنستخدم شفشق الخلاط بتاعنا. هننزل ببيضه، والبيضه هنا عندي بدرجه حراره المطبخ، وهنزل عليها بكوبايه من السكر، وهنزل بمعلقه من الخل، وهنزل بنص كوبايه من الزيت. والزيت بتاعي هنا يكون زيت نضيف وكويس، تمام، يعني ملوش ريحة خالص. وهضرب الكلام ده بقى كله، وعبال ما يتضرب هجهز خليط اللبن. انا هنا هستخدم لبن حليب، مش هستخدم برتقال. طبعا هشغل الخلاط على الخليط ده. عندي بقى 3 معالق كبار من السمنة البلدي، ومعايا كوباية من اللبن. عندي بقى هنا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، وربع كوبايه من النشا، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، او تقدري تستخدمي كيس بيكنج باودر، تمام، وذره ملح بسيطه. هنزل بقى بالخليط بعد ما اتضرب وحسيت ان السكر خلاص داب تماما واختلط مع الزيت والبيضه. هنزل بيه كده كويس، وهقلب بقى الخليط ده. طبعا الخليط عندي هيبقى تقيل جدا، وطبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. تمام. خلاص كده عندي بقى السحر والقمر ده، دريم فانيليا البرتقال. مش هستخدم برتقال، هستخدم فانيليا البرتقال. طبعا اللبن بتاعي بالسمنه غلي كويس جدا، هنزل بكيس فانيليا البرتقال واقلبه. لبن عندي هنا مغلي يا جماعه بالسمنه. هبدا انزل بقى على خليط الكيك دوت. شايفين البخار؟ هبدأ بقى اقلب بالراحة واحدة واحدة. طبعا الخليط الاول هيبقى صعب معايا عشان خليط الدقيق تقيل جدا، بس واحدة واحدة وبسرعة كده اهو هتلاقي الخليط اندمج وداب، وبقى خليط الكيك اللي احنا متعودين عليه. تقدري تعملي المقدار دوت في قالب اللي فيه النص. يعني عندك الثلاث قوالب بالطقم، حطي اللي في الطقم اللي في القالب اللي في النص. تقدري تعمليها في صينيه 26، تقدري تعمليها في القالب اللي انا هعمل فيه دلوقتي اللي هو قالب الورده. والقالب ده انا جايباه من عند مستلزمات التوحيد. هسيب لكم لينك استاذ ياسر في الكومنتات. تمام. شايفين؟ خلاص كده بقى خليط الكيك معايا جاهز تماما جدا، مفيش اي مشكلة، واي تكتلات مش موجودة، وخلاص بقى خد القوام المظبوط زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هجيب بقى الصينية، والصينية بتاعتي انا دهناها دهنة من الزبدة، بتدي نتيجة حلوة جدا. وحبيتي تدهني سمنة، تمام، بتدي نتيجة سمنة او زبدة افضل بكتير من الزيت. وهبطنها برشة بسيطة قوي قوي من الدقيق. وهجيب بقى الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي. هبدأ انا مبطناها برشة خفيفة قوي قوي تحت بس، مش ما جبتش الدقيق على الجوانب. هنزل بقى بالخليط الكيك بتاعي كده. طبعا هنا الاسباتيولا طبعا بتدي احسن نتيجة، لان هي بتشيل كل حاجة موجودة في طبق الكيك. هجيب بقى الاسباتيولا كده وانزل كل حاجة، او كل قطعة كيكة عجين من الكيك بتاعي هينزل معايا بمنتهى السهولة بالاسباتيولا بتاعتي. شايفين كده اهو؟ تمام. هنزله كله بقى كده. وده القالب اللي انا قلت لكم عليه، وسبق وعملت بيه معاكم اكتر من كذا كيكة. بجد بيدي شكل حلو جدا، وكمان المقدار ده حلو فيه قوي. هجيب بقى عصاية الشيش طاووق او خليط الشيش طاووق بتاعتي، وهبدأ اعمل خطوط كده بخلة الشيش طاووق بدل ما نخبط في الكيكة. دي بتدي نتيجة حلوة قوي سواء بنعملها في الكيكات او في الاسبونشات. ونخرج بقى كل الهواء اللي فيها كده، او اي فقاقيع كده. تمام. خلاص بقى بحركة دائرية كده زي ما انتوا شايفين. وهدخلها زي ما قلت على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قبل ما بخرجها من الفرن بحط فيها عصاية الشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع نضيفة زي الفل. خلاص كده تمام. الكيكة بتاعتي واخدة لون حلو جدا من فوق ومن تحت. هسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده ابدا اقلبها. بجد الكيكه عندي هشه جدا واسفنجيه، وريحه البرتقال طالعه عليا كانها معموله بعصير برتقال بالظبط. متفرقهاش ابدا عن اي كيكه معموله بعصير البرتقال. شايفين قد ايه هشه؟ شايفين شكل القالب بقى لما قلبته بنتي شكل جميل ازاي؟ كيكه سهله جدا جدا وبسيطه، ومكوناتها موجوده في البيت، واقتصاديه جدا. وكوبايه سكر مع كوبايه الا ربع من السمنه والزيت، وكمان ببضايه واحده بس. هنقطع بقى كده حته ونشوف الجمال ده كله وندوق بقى. بجد ريحتها يا جماعه رهيبه.
يا ريت تجربوها، وهستنى رايكم في الكومنتات. دي حلقتي بقى ليكم النهارده. طبعا لازم اي فرفوته تنزل منها لازم اكلها. شايفين هي اسفنجيه جدا وتحفه، هشه جدا جدا. شايفين ببيضه واحده بس عملنا الجمال ده. اظن مفيش اسهل من كده، والطعم حكايه والريحه خطيره جدا يا جماعه بجد. ان شاء الله باذن الله لو جربتيها بنفس التفاصيل وبنفس التكات كده هتعجبك، وهتطلع معاكي كمان احلى من كده. بس انتي امشي على الوصفه وبس. وكمان هستنى رايكم فيها اللي يجربها ان شاء الله في الكومنتات. ولو عايزين اي وصفه معينه تقدروا تبعتوا لي في الكومنتات الوصفه اللي انتوا عايزينها. لو حاسه ان انتي استفدتي من الفيديو واستفدتي من وصفه النهارده والفيديو بتاعنا عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو دي اول مره بتشوفي القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديده. وكمان ما ننساش نشترك على البيج الجديد على الفيسبوك، بيج احلى الوصفات مع مونيتا. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان لينك استاذ ياسر التوحيد في صندوق الوصف برضو. وانتظروني في حلقات جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.